نظرا للظروف الصعبه والمعاشيه اللي بتمر بها البلاد، ولكن بنلاقي بعض التجاوزات من الشباب بحثا عن المال وجنى على الشهره، ولكن لما تلاقي الشاب يعرف نفسه ب 5 مليون جنيه عد الزليفه دي طبعا بتبقى بمسافه سقطه كبيره جدا في حق كل مواطن شريف وكل حاجه. تحياتي. الناس استغربوا بس هو فيديو حقيقي يعني مش فيك ولا الكلام اللي انا بقوله ببقى قاصد بيه حاجه ثانيه. لا انا قاصد الكلام اللي بقوله. عايز اعرض نفسي للبيع عبد زليل، وانا عارف ان مفيش قانون بيقول كده، بس انا برضو بطلب من الحكومه ان هي تعمل قانون، لان خلاص الناس وصلت لمرحله، فافتحوا الباب دوت. يمكن الباب دوت يخلي الناس يعني لما واحد يبيع نفسه يعرف يجيب رقم يحل فيه مشاكله او يسيبه لاهله، ويبقى الاهل خسرت واحد وعايشوا والبيع عايش. فانا عارض نفسي دلوقتي للبيع عبد زليل، ما بقولش غير حاضر ونعم، واللي هيشتريه يعمل فيها اللي هو عايزه. انا كل اللي عايزه 5 مليون واسلم نفسي ليه عبد زليل يعمل فيا ما بدالي. هو الرقم دوت اللي انا عايزه هيحل لي مشاكلي، واسيب جزء بسيط لاولادي يعيشوا منه، ومش عايز حد يزعل مني. يعني اولادي لما هيكبروا اكيد هيفهموا